السلام عليكم احبتي الكرام. فيديو جديد ان شاء الله غادي نقدم فيه مادلين او كاب كيك كيجي رائع كيتوجد دغيا بسهوله. تبعوا معايا طريقه التحضير والمقادير. هنا عملت بيضه وحده ومعلقه سنيده او سكر حبيبات كبيره، يمكن لكم تزيدوا جوج يعني 2 أو 3 حسب الذوق. هنا عملت كأس ما عامرش تقريبا نفس كأس العنبة باش كنعبر، ما عامرش تقريبا بقى لي واحد 2 سنتيم يعمر. درت فيه 2 ملاعق كبار ديال الشوكولات غبرة، كنحركو مزيان على هاد الطريقه احبتي الكرام. كنزيدو على الخليط ديال البيضه والسكر حبيبات او سنيده. انا عملت كاس نفس الكاس باش كنعبر ديال الزبده دايبه. انا استعملت زبده حيوانيه، يمكن لكم تستعملوا نباتيه او زيت المائده، لكم الاختيار. انا عملت 2 باكيات او 2 ساشيات ديال بودره الكاكاو، يمكن لكم كذلك تزيدوا اكثر، كيجي فيه رائع هاد البودره الكاكاو. يعني يمكن لكم تزيدوا 3 حتى 4 تقريبا، فما فيها بس. صافي هنا من بعد ما غربلت البودرة كاكاو لامور، عملت واحد ساشية ديال الفاني. هنا كنعمل واحد رشة ديال الملحة لتعديل الذوق. صافي كنحرك المقادير مزيان حتى كتجانس مع بعضياتها. كنخلط مزيان مزيان باش كلشي تخلط مع بعضياته. كتجي هاد الكاب كيك او المادلين رائعه جدا، مذاق زوين بزاف. صافي بنفس الكاس باش عبرت جميع المقادير كندير نفس الكاس عامر ديال الدقيق الابيض الفورس. كنخلط الكاس الاول. هنا انا يعني تقريبا دخلت لي 2 كيسان عامرين. عملت الكاس الاول كنخلط مزيان، ثم كنعمل الكاس الثاني كنخلط كذلك مزيان. صافي من بعد ما غادي نخلط مزيان كنزيد ساشي ونص ديال خميره الحلويات. هنا عملت باكيه وكنزيد نص باكيه اخرى. صافي وكنخلط مزيان. ملاحظه مهمه جدا احبتي الكرام، هاد المادلين ضروري مؤكد العجينه ديالها ما تكونش سائله، يعني تكون قاصحه شي شويه، يعني ما تكونش بحال العجين ديال الكيك. الا كانت سائله ما غاديش تنجح معنا، يعني ضروري مؤكد يكون العجين قاصح شويه تقريبا على هذا الشكل. صافي من بعد ما خلطت العجينه ديالي احبتي الكرام كنعملو على الليمون اللي عندي ديال يعني هذا الشكل. يمكن لكم تستعملوا الليمون العاديين. انا كل وحده عملت فيها 2 ملاعق ما عامرينش تقريبا، كنديرو حتى النص ديالهم وكنحبس.
لانه الا عمرناهم بزاف ما غاديش يتنفخوا لينا وما غاديش يعطيو لينا داك لي بول اللي كتعطي يعني اللي كتعطي الفوق، ما غاديش يتنفخوا مزيان. يعني ضروري مؤكد كذلك نعمروهم غير حتى النص ونحبسو. بالنسبه للفران سخنته مزيان، من بعد ما درتهم خليت الفوق والتحت شاعل. هنا صافي من بعد ما عمرتهم كاملين عندي 10 ديال هادو. ذوقتهم بالشوكولات. الشوكولات من الاحسن تكون عندكم الشوكولات يعني الممتازه. صافي كنديكوريهم عشوائيا على هذه الطريقه. احبتي الكرام، ملاحظه اخرى احبتي الكرام، بعد ما غادي تعمروا الليمولات ديالكم خليوهم واحد 10 دقائق، 5 دقائق حتى 10 دقائق يرتاحوا شويه، عاد دخلوهم الفران. بهذه الطريقه كيعطيو نتيجه يعني جدا مرضيه، واكيد غادي ينجحوا معكم بهذه الطريقه. صافي انا قديتهم كاملين وفاتوا عليهم 10 دقائق، عاد غادي ندخلهم الفران. صافي الفران خداو ليا تقريبا 10 دقائق ديال طياب على درجة الحرارة 100. شعلتهم من الفوق ومن التحت، هما يعني واجدين وطايبين من الداخل، كيجيو رائعين بزاف، لذاذ. نتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتجربوهم. راه ما كياخذوش الوقت وكيوجدوا دغيا في اخر لحظه. يمكن لكم توجدوهم الا كان عندكم ضياف او بغيتوا يعني تخرجوهم لشي ديروا شي خرجه. المهم كيتوجدوا دغيا احبتي الكرام وما فيهمش تماره. هذا هو الشكل ديالهم النهائي. ان شاء الله نتمنى يعجبكم، وما تنسوناش باللايكات ديالكم فضلا وليس امرا كتشجيع منكم. وشكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.